السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل مع بعض طريقة عمل الرز الصيادية وازاي يطلع معاكي مفلفل واخد اللون بتاع المطاعم. بس متنسونيش الاول بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على علامة الكل عشان يوصلك فيديوهاتي اول باول، وتعملوا لايك للفيديو كده عشان عيلتنا تكبر بيكم وتشرفوني كده في القناة بتاعتي. انا هنا معايا بصلاية كبيرة كده بشراها من الناحية الواسعة، وحط عليها زيت في الحلة كده، وبتنين اقلب فيها لحد ما تغمق معايا، يعني مش تتحرق مني، لا تاخد اللون الغامق شوية عن الذهبي. انا هقول لكم دلوقتي على التكة اللي تخلي الرز ازاي يطلع معاكي لونه بني كده زي اللي بنشتريه من المطاعم بالظبط. تابعي معايا الفيديو للاخر وانت هتشوفي شكل الرز بتاعي هيبقى عامل ازاي. هنا خلاص البصلة قربت تغمق معايا اهي، هي كده واخده اللون الدهبي، انا عايزاها تغمق عن كده ايه، حاجه بسيطه. بتنين اقلب فيها كده عشان كلها تبقى لون واحد. هو ما بياخدش منك اي وقت خالص، وبصراحه الرز بتاع السمك بتاع الصياديه ده بيبقى حلو قوي. بس لما تعمليه بالطريقه اللي انا هقولك عليها دي هتجربيها هتلاقي طعمه احلى بكتير. انا طبعا بحط الميه الاول تغلي، وبعد كده بنزل بالرز، مش بنزل بالرز على البصل. لو نزلت بالرز على البصل على طول مش هيديكي اللون اللي انت عايزاه، مش هيديكي اللون البني اللي انت عايزاه زي اللي بنشتريه من المطاعم بتاعه السمك. طبعا انا حاطه هنا رز مصري، انتوا عارفين ان كوبايه الرز المصري بتاخد كوبايه ميه قدامها. آه، اي كوبايه هتعايري بيها الرز هي اللي تعايري بيها الميه. هنا خلاص قرب ياخد معايا اللون اهو، شايفين. طبعا انا هنزل عليه بقى بالميه، وبخلي الميه تغلي معايا. بوريها لكم احنا هنعمل ايه عشان هنا خدت لون اهو. هنزل عليها بقى بالميه. انا طبعا بحط مقدار الميه وبعد كده بحط الرز. لو لقيت ان الميه شويه معايا بزود ميه تانية عادي، انا بحط ميه من الحنفيه مش بحط ميه مغليه ولا حاجه. ومعايا هنا ملح وكمون، بسيبهم بقى يغلوا كويس قوي، يعني بسيبها تغلي، واول ما بتغلي بقوم جايه نازله عليها بالرز اللي انا غسلاه. طبعا لو هتعايري بالكوبايه يعني ما بتزوديش ميه بعد ما تحط الرز، لكن انا عشان انا بعمله بالويم كده، فلما بلاقيه محتاج معايا ميه بقوم جايه مزوداله. هنا اللي شايفين اللون بتاع الميه بقى عامل ازاي، هو ده اللون اللي هيدي للرز بتاعي اللون البني الحلو بتاع المطعم. هنا الرز اهو نزلت بيه كده على البصله الميه، هنا لقيته محتاج مني شويه ميه هزوده، لكن انا حاطه له ملح. وعايزه برضو تبقي تدوقي تشوفي محتاج ملح او لا، دوقيه يعني انت على حسب ما انت بقى، لو مش عارفه يعني ايه الوام بتاع ايه التوابل بتاعتك وكده. انا هنا هزود له شويه ميه اهو، واعلي بقى على النار ساعه ما الميه تنشف منه اقوم جايه موطيه على النار شمعه، وهوريلكم برضو وانا باجي اقلبه عشان تعرفوا احنا بنعمله ازاي ويبقى معاكي مفلفل ما يعجنش منك ولا اي حاجه. هنا حبايبي الرز اهو كان معايا خلاص شرب ميته، ووطيت عليه النار شمعه كده. هقلب فيه بقى تقريبا كده بسيطه، واقوم جايه مغطيه عليه لحد ما يستوي معايا، واوريلكم لما يستوي هيبقى عامل معايا ازاي. هغطي عليه بقى واوريهولكم هيبقى عامل ازاي بعد ما يستوي معايا. اهو شايفين يا حبايبي الرز طالع معايا مفلفل وحلو ازاي، هو استوى معايا كده اهو. هقدمه بقى واوريهولكم. انا قدمت الرز بتاعي، شايفين اللون والجمال، يعني واخد لون بني جميل جدا زي اللي احنا بنشتريه من المطاعم بالظبط، يعني ولا احلى من كده. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم واستفدتوا منه. متنسونيش بلايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ضغط على العلامه كل عشان يوصلك فيديوهاتي اول باول. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.